بل شباب بلوزداد هو الذي كان ضعيفا أمس. فريق صن داونز أقصي فوق أرضية ميدانه، ولو أنه أقصي لحد الآن وهو لم ينهزم في أي مباراة. يعني ذهابا داروا 0-0، ولقاء رائع أمس من الجانبين، حتى من جانب الوداد البيضاوي. أنا شخصيا فاجأني الوداد في المباريات السابقة، وقلتها ويعني نأكد بأنني قلت بأن الوداد لن يصل للنهائي، لكن أمس أدى مباراة بطولية صراحة، وكان في المستوى المطلوب، وعاد بالتأهل من بريتوريا من جنوب إفريقيا، رغم أنه لا بوزيسيون كي تشوف لا بوزيسيون دبال وعدد الفرص الهائلة اللي ضيعها فريق صن داونز. ولكن الوداد ماهوش من السهل أنك تعود بتأهل رائع من جنوب إفريقيا لمواجهة النهائي الآخر. كان الفريق النادي اللي راح يواجهه هو الأهلي المصري بعدما فاز ذهابا وإيابا أمام أضعف فريق في النصف النهائي، هذا هو الترجي الرياضي التونسي. ما كانش اضعف قبل المقابله هذه. الترجي التونسي كان فريق محترم. نعم، مع شبيبه القبائل لم يظهر الكثير لولا هذوك النيران شفناها امام شباب بلوزداد، فاز عليه بواحد مقابل 0 هنا في 5 جويلية. ما كانش اضعف. حتى الوداد انهزم امام شبيبه القبائل في 5 جويلية. انهزم امام الوداد وتلقى الهدف الوحيد في سجلوا سويات قبل 8 دقائق قبل من نهايه المقابله، ولكن في 8 دقائق اللي بقاو شفنا الوداد وجه اخر تاع الوداد كان قادر يسجل علينا 3 أهداف او 4 أهداف. لكن هل توافقني بان الوداد اللي شفناه في دوري المجموعات ليس الوداد اللي شفناه امس؟ شوف انا نهار قلت لك على الاهلي لما خسر 5-2 مع صن داونز، كنت نقول لك الاهلي خرج من منافسه كاس العالم للانديه، كان فريق كان تعبان. وزيد هذاك الوقت عارف بلي رضوان اليوم لا فورم تاع اليوم ما راحش تكون غدوه هي الامام، ربما تتغير، يا تطيح يا تزيد. يكون عندك مستوى فريق مستوى يبقى عنده مستوى. لا كاين وقت الضعف ديالك رضوان. الاهلي يجوز الوقت الضعف ديالو. على كل حال راح يشوفوا نفس النهائي تاع العام الموسم اللي فات بين الاهلي والوداد. لما تكلمت انايا لما قلت لك صن داونز فريق محترم، فريق عنده لاعبين، فريق منظم، يعني اداريا في الميدان كل شيء عنده، ولكن ماهوش هذيك القوه اللي الناس كانت تتكلم تقول لك فريق قوي. قلت لك انا بالنسبه لي فريق شباب بلوزداد ما كانش في المستوى، كان ضعيف، هذا ما كان. واليوم شويه يحاول يتكلم وزاد ياكد واش انا نتكلموا فيه. عندك بطوله ضعيفه جدا، هذه ما تقدرش يعني تقاوم امام الانديه الكبار كما الاهلي. لكن بماذا تفسر يا محمد يا قاسي سعيد أن شبيبه القبائل فازت على الوداد البيضاوي في دوري المجموعات، في حين هذا الوداد البيضاوي اقصى صن داونز كما نقولوا سحقت شباب بلوزداد برباعيه هنا في ملعب نيلسون مانديلا، وفازت عليها ايضا في لقاء العوده. هذا ما نقولوش تناقض، ولكن هذا الشيء يظهر ربما بانه كاين تذبذب في النتائج عند الجميع. وحتى مقابله ما تشبه مقابله رضوان، مقابله شبيبه القبائل مع الوداد وين يعني الشبيبه شدت حتى الدقيقه 80 وسجلت هدف، ولكن كما قلت لك ال10 دقائق الاخرين اللي بقاو شبيبه القبائل عانت. وزيد حتى مقابله ما تشبه الاخرى. انا نهار كنت نقول لك باللي صن داونز ما قلتلكش ما يروحوش للنهائي، ما تكلمش هذا الشيء. انا قلت يروحوا للنهائي، كانوا قادرين يروحوا للنهائي. الفريق لاباس به، ولكن ما عندوش القوه هذيك اللي الناس رفضته لنا غول. صن داونز ماهوش سيتي. البعض اصبح يقول سيتي تاع افريقيا، بعض سيتي تاع افريقيا، ولكن شفنا الوداد ولا مرتين في النتيجه، ماشي مره واحده. البارح ما ولا مرتين في النتيجه. المقابله ولو جرت في ظروف يعني لا باس بها، ولو ان رئيس صن داونز سمير حل البيبان تاع الملعب، الدخله كانت مجانا. وهذا كل الجمهور ما كانش معمر، يعني ما كانش الجمهور هذاك واش عندهم. وزيد الظروف اللي لعبوا فيها، يعني الطقس كان لاباس به 19 درجه، وزيد الساعه الثانيه ماشي شويه كانت، ولكن يبقى الوداد من اقوى فرق في افريقيا. راح يظهر هذا بوصوله للنهائي، وداد الامه كما يسمى. رضوان كاين ثاني في كره يعني راجل في كره القدم حتى مباراه ما تشبه مباراه. انا معاك، ولكن كيكون عندك انا اظن ان التفاعل تاع المدرب شباب بلوزداد والتفاعل تاع المدرب الجديد تاع وداد البيضاوي هما الاوندروتون جابوا انطينير، شافوا المدرب ما يصلحش الحاوه جابوا مدرب. صنع ريان افار. شوف كيفاش الوداد كيفاش لعبوا، كيفاش امتصوا الضغط اون بريمير ميطون، شدوا قريب صن داونز، ايزون بو كاناليزي سات ايكيب، وبعد ردوا الند للند، كملوا كما قلت انت البوت الدوبل يل كونت با يل كونت تكاليفياو.
شوف بالشباب لونترينور تاع شباب الوداد كيفاش تفاعل في المقابله هنا، كيفاش حل اللعب، ما غلقش ما مطش تعتقد انه المشكل فقط في المدرب؟ حتى كاين المستوى ولكن انا اظن ان البارح لونترينور تاع الوداد عطانا درس كيفاش نتفاعلوا مع مقابلات ضد ان ادفيرسير يبان لك اقوى. حنا كان على بالنا باسكو اون ايتودي سانداوز اون سافي الكاليبر النيفو دو سانداوز، مي التفاعل تاع الكوكي في هذيك النهار هذاك النهار وكنا قلناها باللي ما عرفناش لعبنا كي اللي لعبنا مقابله نورمال يدي لا بريمير ميطون اون ايتي سوربري. علي بن شيخ، هل فاجأك اقصاء سانداوز؟ هل هذا الفريق والله ما نقولش اون سوريستيمي سانداوز، كنا نشوفوا فيه هذاك الفريق الذي لا يهزم، كنا رشحناه باش هو يفوز برابطه الابطال. علاش؟ بالنظر لما شاهدنا انا شباب بلوزداد المستوى تاعو في كل مره، وخاصه انه فاز امام الاهلي المصري بخماسيه، فاز على الاهلي في دوري المجموعات 5-1. قلنا بلاك مبارياته حتكون بور لا فورم شكليه، لكن امس رغم لا بوزيسيون اللي تجاوزت 61% نو 66%، الا انه الوداد البيضاوي يديفونديو مليح، يلعبوا الهجمات المعاكسه بطريقه رائعه. هل غلط او غلطنا في الوداد لما قلنا بانه هو بعبع افريقيا؟ لا الوداد ما غلطناش فيه. لا الصندوق كيف ميم صندوق ما غلطناش فيه، اللي كنا نقولوا فريق في المستوى يلعب كرة القدم جيدة منظمة بيان اورغانيزي كي الساعة، ولكن اللي غلطنا فيه هو الوداد اللي شفنا لي ماتش اللي فاتوا ماشي هذا هو الوداد اللي يلعب ضد صندونس ذهابا وايابا. كي تشوف هكذاك انت اي واحد ينجم يقول لك صندونس اللي هي اللي تربح في بلادها، مي هنايا شفنا التغيير وراه التغيير تاكتيكمون لونترينور إلا مي سون ايكيب تاكتيكمون في المستوى بلو غلق كاع لي زون وقعد اللور ويلعب الكونتر، والكونتر الوداد يسون افيكاس فريمون كريا ورطاو كريا دي زوكازون بيت. جو بونس كو هنا بوكو بليس لو ماتش ا ايتي غاني بوكو بليس بار لونترينور، لان دار تخطيط اللي كيفاش يكونتري الصندونس، وهذا بصحتهم يوري لك عليه هما الوداد لي ديريجون تاعهم المسيرين تاعهم شافوا في غاريدو ما راحش يلحقهم البير الامان. يعني كيفاش خاصة بعد لقاء الديربي مع الرجاء، خاصة يعني لا، وحتى المقابلة اللي ماشي تاع قبل الديمي فينال دور ربع نهائي، شافوا باللي المسيرين شافوا باللي مع غاريدو ما راحش يروحوا بعيد. في هذاك الاسبوع كانت عندهم الشجاعة، يعني قمار رضوان باش تبدل مدرب، وذاك المدرب على كل حال معروف البالش يخدم كثير في المغرب. ونعطيك معلومه انه هذا المدرب كان معروض على شباب بلوزداد وعلى شبيبه القبائل في وقت ما. ومن ذلك من مشوار وداد بلوزداد الوداد البيضاوي نستنتج اخطاء تاع لا ديريكسيون تاع الشباب بلوزداد هذا العام، واللي ما لازمش يعاودوها العام الجاي. محمد انت قلت لي ديريجون قمروا كما يقولوا، عرفوا ريسكي ما ريسكاوش سيدي ديريجون يعرفوا كرة القدم، ماشي كيما هنا عندك واحد يحكم في كرة وحده ويجيب لي راباس اللي يتفاهموا في الليل سيتو. عندهم ستاف تكنيك وعندهم اون ايكيب ديريجون سيتادير لو كونساي دادمينستراسيون، والناس يقعدوا اطابل ويحكيوا ويتكلموا ومن بعد ياخذوا اون ديسيزيون. هذا تشاوروا باش ياخذوا اون ديسيزيون، تما اللي يخرجوا لي ديسيزيون ملاح. لي ديسيزيون اللي ماشي ملاح كي واحد يديسيدي وحده انا هو رومبو انا هو كلشي، الور تنجم تغلط. كي يكون في الاخر في الطابله كل واحد يمد رايو، سي دي جون تاع الناس تاع احتراف تاع الصح، ماشي احتراف هذايا. فرق بين الوداد واش كاين هنا في لا جيستيون. نهضر لك يبقى الفوتبول، مام الفوتبول لا بروف دائما الوداد تصيبها الوداد والرجاء تصيبهم الفوق على نروحوا لما قاله سمير عماري شويح. هل كانت عنده شجاعة الحارس شويح انه يقول الحقيقة كما هي؟ قال لك عندنا بطولة ضعيفة، عندنا تسيير تاع اموال ضعيف وضعيف جدا. قال لك الفرق اللي تلعب لو دي طابلو عندها الاموال والباقيين الاخرين ما كانش اموال عمر بهم برك شامبيونا، والنتيجة اننا افريقيا ما عدا اتحاد العاصمة اللي الحمد لله راه وصل للنهائي، شفنا بانه ما راناش نوصلوا في لا شامبيونز ليغ.
الى النهائيات. طبعا عنده الحق. هو لا دي ان ايفيدونس لو فات كان دي زيكيب عندهم لي مويان دوطر النص الكبير ما عندهمش لي مويان، خلق نوع من ديزيكيليب اختلال ولا لي فورس اون بريزونس ماشي كيف تلقى دي زيكيب عندهم كلش ومام عندهم لي مويان يجيبوا لي ميور جوار دو شامبيونا ايفيكتيفمون tu as une bonne, enfin soi-disant une bonne équipe, mais en face ما كانش اللي يجيب لك هذيك لا كونكورونس، يجيب لك هذاك l'adversaire اللي يطلع لك النيفو. Après on se retrouve avec des matchs qui sont déséquilibrés. رضوان الهدف تاع الانديه اللي عندها الاموال اللي عندها شركات نحكموا شباب الوزداد، الهدف تاعهم هذا العام المسطر واش هو؟ نصف نهائي رابطه الابطال. رابطه الابطال على الاقل نفوز برابطه الابطال مرتين. الهدف كان نصف نهائي. لو كان تشوف واش ضيعوا اموال باش يفوزوا بالرابطه الابطال ما قدروش يفوزوا بها. لو كان قارنوهم مع الترجي او الوداد ربما راح تصيب الشباب الوزداد. كاين في التغيير تاع الاداره ايضا ربما اثر ربما كي تجي في نص الموسم تجي اداره جديده. نشوف انا نقول لك نولي مولوديه الجزائر اللي عندها شركه كبيره وراها بصح ما تقدرش منذ سنوات ما فازت حتى بلقب. حتى لقب. كيفاش تحب انت تروح تفوز برابطه الابطال؟ رابطه الابطال رضوان مشروع اسمها تخطيط. بيصير تخطيط ماشي ارواح ولعب رابطه الابطال. تخطيط تاع الناس اللي يحبوا الفريق وكونيسور في الفوتبول. و لا ستابيليتي تاع هاد الناس اللي نقولهم اي لا ستابيليتي دو ليفيكتيف باسكو لي جوار كي يقعدوا سي لي مام وتنجم تشوف برك وين كاين نقائص وتعاود تجيبها باش تنحي 13 جوار تجيب 13. هذا اللي هلك شويه شباب الوداد والرجاء. علي انت تكلمت نزيد نعطيك معلومه. ماشي ستاف تكنيك، لا ديريكسيون عندهم ديريكسيون تكنيك هي الرئيس هو اللي يشاور هذوك الناس هذوك لاعبين قدامى تاع الوداد وتاع الرجاء، لاعبين دوليين بالمستوى العالي اليوم راهم متقاعدين وهما اللي داخلين حاكمين لا ديريكسيون تكنيك ويشاورهم. الرئيس يشاورهم في المدرب في اللاعبين في كل شيء. هذه عندها سنوات وسنوات 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 وانا نقدر نقولها تكون في لي كلوب وتكون في لاديتيان نقدر نقول فيها بصح انا ما يحبوش لي زونسيان جوار ما يحبوش كون يلقاو يتيريو عليهم كاع ما يحبوهمش ومعروف عليه. نقول ادري واش على قولها فوالا. ونقدروا ما نقدروش نقولوا الشامبيون الجيريان ضعيف ونقعدوا ساكتين هكذا. لازم نتعمقوا ان بو في الموضوع. هنا عندك لا بروف باللي اللي ديسيداو والناس كاع على بالها اللي ديسيداو باش يدعموا بعض الفرق ويخلوا بزيرو سونز موين دو تو دوتر زيكيب. هادو اللي اللي داروا هذا القرار entre guillemets stratégie n'ont rien à voir avec le football parce que si اسمح لي parce que s'il y avait un débat parce que quand il y a لا رضوان في مصر كاين الاهلي والزمالك، في اسبانيا كاين البارسا والرياض، في المغرب كاين الرجاء والنهضه، الاخرين ما تلقاش ديك ما عندهمش باش يشروا الماء. هذه وي مي سي نورمال. كاين توجور ديك لو البروبليم تاعنا دي كلوب ديليت، لي كلوب اللي يلعبوا على ليتيت. البروبليم تاعنا سي